السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجتي عايزة تجيب والدتها تقعد معانا في البيت بعد ما اخوها الصغير اتجوز، لانهم كانوا قاعدين مع بعض، وبقت دلوقتي والدتها قاعدة لوحدها. مامتها بتقبض معاش وعندها 4 أولاد و3 بنات، وكلهم حالتهم مرتاحة ومبسوطين. قلت لزوجتي انا مش ممانع انها تيجي معانا وتقعد معانا، بس انت عارفة ظروفي ان انا راجل شغال باليومية ورزقي على الله، وان اخواتك معاهم مرتب ثابت ربنا يزيدهم طبعا، وانا يدوب مكفيكي انتي وعيالنا، وعلى راسي والدتك. الموضوع والله مش موضوع اكل وشرب من عيني الاتنين وعلى حسابي، بس انتي مصممة اني اصرف عليها، وهي مريضة سكر وضغط وبتتعب جدا وبتحتاج كشف وعلاج وتحاليل على طول، ومصاريفها كتير في موضوع الادوية ده. انا ما اقدرش على المصاريف دي، فقال لها يبقى هي اللي تصرف من معاشها على علاجها. فزوجتي مصممة ان والدتها ما تحطش جنيه من معاشها في البيت، بتقولي انت ملزوم بكل مصاريفها. المعاش بتاعها هي داخلة بيه جمعيات عشان تساعد اخواتي في زواج اولادهم، ورافضة تصرف على علاجها، وهي قاعدة دلوقتي في بيتي وانا شغال باليومية ومديون ومش عارف اعمل ايه مع مراتي. قولوله يعمل ايه في التعليقات، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم سالمين.